السلام عليكم. اكيد بتسمع الكلمتين دول باستمرار، ماركتنج بلان وماركتنج استراتيجي، واكيد بتبقى عاوز تعرف ايه الفرق ما بينهم. في الفيديو ده هنشرح الفرق ما بين الماركتنج بلان والماركتنج استراتيجي وايه معنى كل واحده فيهم. في الاول احب اعرفكم بنفسي، انا احمد هريجي، السي او الكومباك ميديا. ولو مهتم بمجالات التسويق والبيزنس اعمل فولو او سبسكرايب على حسب انت بتشوف الفيديو فين عشان يوصلك كل جديد عن التسويق والبيزنس. اول حاجه الماركتنج استراتيجي، وهي الخطه او الهدف طويل المدى اللي بتحاول الشركه ان هي تحققه عن طريق التسويق. بيكون هدف الماركتنج استراتيجي التسويق بشكل شامل للشركه والمنتجات الشركه. الماركتنج استراتيجي بتتضمن اتخاذ القرارات الرئيسيه بشان الجمهور المستهدف، السوق والمنافسين، والمميزات اللي بتميز الشركه عن الجمهور. كمان الماركتنج استراتيجي بتغطي فتره زمنيه كبيره، يعني بتوصل ل5 سنين او حاجات زي كده، حتى لو هتحتاج تعديلات كل فترة زمنية. من المكونات الرئيسية للماركتنج استراتيجي هي القيمة الفريدة للشركة زي ما بيقولوا، أو اليونيك فاليو بروبوزيشن، والسوق المستهدف وتحديد وضع الشركة في السوق. أما بالنسبة للماركتنج بلان فهي التاكتكس أو الطرق أو الإجراءات أو التاسكس اللي الشركة هتقوم بيها عشان تحقق الماركتنج استراتيجي. ودايما الماركتنج بلان بتكون مربوطة بوقت زمني قصير، يعني ربع سنة، نص سنة، سنة. الماركتنج بلان بتكون متضمنة تفاصيل صغيرة زي قنوات التسويق او البادجت اللي هنسوق بيها، الفتره الزمنيه اللي هنعمل فيها كامبين معين، اشكال الكامبينز، وكمان الانشطه او التاسكات اللي هنقوم بيها. وكمان بتبقى بيتحدد فيها الكي بي ايز والمعايير قياس الاداء. كمان الماركتنج بلان بيتحدد فيها الموارد اللي هنستخدمها في التسويق وازاي هنقدر نستخدم الموارد ديت ونوظفها. وكمان قنوات التسويق، يعني على سبيل المثال هنستخدم التسويق عن طريق الاس اي او هنستخدم التسويق عن طريق السوشيال ميديا ماركتنج. الماركتنج بلان بتبقى اكتر توضيحا او تفصيلا عن الماركتنج استراتيجي. فالماركتنج استراتيجي هو الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، والماركتنج بلان هو ازاي هنقدر نحقق الهدف ده والادوات والطرق اللي احنا هنستخدمها. عشان تقدر تفهم ايه الفرق ما بينهم لازم اديك مثال واعرفك ازاي هنعمل ماركتنج استراتيجي وازاي هنعمل ماركتنج بلان. هنفترض ان في بيزنس صغير يعمل اكسسوارز هاند ميد. عشان يعمل ماركتنج استراتيجي هيكتب الاشخاص اللي هو هيستهدفهم او الجمهور المستهدف بتاعه، وهيكتب فيه ان هو بيستهدف البنات من سن معين على حسب النوع اللي هو بيقدمه. وهيكتب ان هم كمان بيدوروا على الهاند ميد اكسسوارز وبيبحثوا عن اسعار معقوله مثلا. وهيكتب ان هو يقدر يتميز عن المنافسين بتوعه عن طريق اظهار جوده المواد المستخدمه مثلا في الاكسسوري، واراء العملاء في المنتجات اللي اشتروها منه. وهيحاول يسوق على السوشيال ميديا والبريد الالكتروني. اما بقى بالنسبه للماركتنج بلان فاحنا هنا هنقول مثلا ان هو يحط بادجت 2000 جنيه في الشهر. الجدول الزمني بتاعه هيبقى الربع الاول من 2024. بالنسبه للماركتنج اكتيفيتي او النشاطات التسويقيه في الماركتنج بلان بتاعه هيبقى فيه انشاء محتوى مثلا بشكل يومي، نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتيك توك. هيحاول يوجه 500 عميل ان هم يشتركوا في البريد الالكتروني بتاعه. والكي بي ايز بتاعته هتبقى زياده المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبه 10% شهريا، تحقيق مبيعات بقيمه 15000 جنيه في الشهر من خلال التسويق على البريد الالكتروني. الماركتنج استراتيجي والماركتنج بلان مهمين جدا لاي بزنس عشان يقدر يفهم ايه الاهداف اللي هو بيحاول يحققها من التسويق، وايه الطرق اللي ممكن يستخدمها عشان يوصل للاهداف دي. لو عندك اي سؤال بخصوص الماركتنج استراتيجي والماركتنج بلان ممكن تبعت لي او تكتب كومنت وهرد عليه ان شاء الله.